قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. خلف القانون الجديد المتعلق بحماية حقوق الطفل جدلا واسعا لدى الأحزاب الإسلامية في بعض مواده، والتي اعتبرتها منافية للشريعة الإسلامية وليست في صالح الطفل. نتابع التفاصيل في تقرير سيد أحمد هديبل. لا يزال مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية الطفل الذي يعرض في البرلمان يصنع الحدث في بعض مواده لدى الأحزاب الإسلامية، التي ترى أن هذا المشروع يأخذ طابعا قضائيا وعقابيا لحالات شاذة من حالات جريمة اللحظة والعنف ضد الأطفال، وأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة. هو يتكلم عن مشروع حماية الطفل، لكن في حقيقة الأمر محتواه لا يتكلم عن الحماية الحقيقية، يتكلم عن الحماية الاجتماعية والحماية القانونية. أما الحماية الحقيقية بالنسبة للفرد فهي غير مذكورة. يعني معناه بطريقة واحدة أخرى، يعني معناه كأن القانون يتكلم عن الأفراد المتقدمين في السن، لكن نعرف الطفل اللي يبدأ منه هو لما يكون صبي فهو طفل، لما يكون رضيع فهو طفل. جمعية خاصة بالدفاع عن حقوق الأطفال أكدت بأن القانون الجديد الخاص بحماية الطفل تم إعداده بمشاركة كافة الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية، ولا يوجد أي مادة معارضة للدين الإسلامي، وإنما جاء مكملا ومدعما لقانون الأسرة. ما فيش أي مادة 150 مادة تتناقض ومقاصد الإسلام، العكس المادة 2 تتكلم على 5 مقاصد أساسية، هو حماية أخلاق الطفل، النمو تاعو والتربية تاعو والصحة تاعو والعمل النفسي نتاعو. الضحايا تاع العنف الجنسي اليوم لحقنا إلى 9000 ضحية عنف جنسي، إلى 32,000 ضحية العنف بكل أشكاله سنويا. هذا شكون يعالج لهم؟ لهذا لازم نفهم جوهر هذا القانون بأنه قانون راح يوقي المجتمع تاعنا من الانحراف والجريمة. مشروع يثير جدلا في بعض مواده إلى حين المصادقة عليه، فهل سيكون كفيلا بحماية حقوق الأطفال في الجزائر؟ لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.